طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بهالفيديو راح أوضح وأشرح طريقة سداد رسوم التمديد الخاصة بأصحاب هوية زائر لليمنيين، وذلك عبر أي صراف آلي. لنتابع الشرح. طبعا أولا نتجه إلى أي صرافة لبنك الراجحي، نضع الصرافة في جهاز الصراف، ثم بعد ذلك يطلب منا إدخال الرقم السري، نضع الرقم السري الخاص بالبطاقة. ثم بعد ذلك تجينا خيارات كثير، يعني خيارات تجينا منها سحب نقدي، تحويل. نحن ندخل على خدمات حكومية، ننقر على كلمة خدمات حكومية زي ما أنتم شايفين، ننقر عليها. ثم بعد ذلك خيرنا إما مدفوعات أو استرجاع، أكيد مدفوعات. ثم بعد ذلك تجينا خيارات برضو أخرى، ننقر على جوازات الوافدين، جوازات الوافدين. ثم بعد ذلك يجينا خيارات أخرى برضو، ننقر على تمديد تأشيرة الزيارة، تمديد تأشيرة الزيارة. بعد ذلك يطلب منا الصراف بإدخال رقم الهوية. طبعا هو راح يجي في الشاشة مكتوب فضلا أدخل رقم الحدود. طبعا إذا طلب إدخال رقم الحدود، نكتب رقم الهوية الظاهر في هوية الزائر، اللي هي الظاهر تبدأ ب41 وإلى آخره. نكتب الرقم، ثم بعد ذلك تأكيد، ننقر على تأكيد. ثم بعد ذلك راح يظهر الاسم مباشرة، اسم صاحب البطاقة هوية زائر، وراح تظهر الرسوم المفروضة. طبعا بعض الأشخاص اللي هويتهم تاريخها تو ما انتهى راح تجي الرسوم 100 ريال، وهذا يمكن عددهم ما يتعدى 1000 شخص، والأكثرية راح يجي الرسوم 500 ريال، لأن طبعا طوفت وانتهت البطاقة. عموما ننقر على تأكيد، بعد ذلك راح يظهر الإيصال. عندها ناخذ البطاقة، نكون انتهينا من الصراف الآلي. طيب، عرفنا طريقة السداد. وأيضا للمعلومية، يجب أن يعلمون أصحاب هذه الهوية أن السداد لا يشترط أن يكون الحساب البنكي أو بطاقة الصراف أن تكون خاصة بالكفيل، يعني تقدرون تسددون من أي حساب أو من أي بطاقة صراف، سواء من صديق أو كفيل أو إلى آخره. ولكن أنا أفضل أن يكون عبر الشخص لديه بطاقة صرافة الراجحي، لأن مصارف أو بنك الراجحي لديه خدمات حكومية كاملة. طبعا احنا الحين قمنا بالتمديد واعتمدنا الهوية أنها مجددة حكوميا ونظاميا. كيف نستلم البطاقة الجديدة من بريد واصل اللي يقوم بإيصالها من الجوازات إلى المستخدم أو إلى الكفيل المدون في أبشر؟ طبعا يكون ذلك عن طريق تعبئة بعض البيانات في موقع أبشر، وراح أدرج فيديو بإذن الله غدا يشرح في هذه الطريقة. أتمنى أن يكون الشرح واضح. أي استفسارات أو أي أسئلة أن تكون في التعليقات، وراح أرد في خلال إن شاء الله أقل من 24 ساعة. لا تنسون لايك، اشتراك، سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.